اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. طبعا الفيديو ده كان قبل رمضان بس هو نزل متاخر بقى، معلش. الفطير المشلتت الفلاحي الجميل بالسمنه البلدي والقشطه، حاجه كده هتاكلي صوابعك وراها، حاجه خفيفه جدا جدا جدا، جميل جدا جدا، في منتهى الروعه واسهل ما يمكن، مش هتلاقيه في اي قناه تانية. سهل جدا، هتعمليه على طول، يعني في 10 دقايق هتكوني مخلصة كل حاجة. هنا هو معايا بنات اهوت. قبل ما نبدأ الفيديو بقى يا ريت تحطي لايك وتسمي الله وتصلي على الرسول، ويلا نبدأ. اول حاجه اهو خلاص اهوت. انا جبت الكيلو دقيق بتاعي اهوت. انا بحطه في اكياس كده الدقيق عشان ابقى عارفه مقداره قد ايه، يعني ما نقعدش اوزن تاني. حطيته في بوله كبيره اهوت، دقيق زيرو ابيض عادي اهوت، زي الدقيق اللي في المحلات كله. في بيبقى فاخر اللي هو بيبقى معلب ده، ممكن تستخدمه برضو عادي، بس الدقيق عادي ممكن تستخدمي اي نوع دقيق سايب عادي. حطيت عليه مع 4 معالق سكر على الكيلو دقيق، 4 معالق سكر عشان يبقى طعم وجميل ومسكر زي بتاع الافران كده. 4 معالق سكر ومعلقه صغيره ملح، معلقه مسحها او نص معلقه تكون مليانه تمام، صغيره طبعا. خلاص اهوت انا حطيته اهو يا بنات، وبدات اهوت. طبعا معايا ميه دافيه، بعجن بميه دافيه مش فتره من الحنفيه، لا دافيه، بدفيها سنه او بتجيبها من السخان. وبعدين تعجنيها كويس اهو. بتعجني بقى اهو زي ما انت شايفه كده، طبعا على قد ما تاخد بقى العجينه منك هتحط لها. انا خلاص اهوت، انا عجنتها كويس اهو زي ما انتم شايفين، طبعا لسه ملزقه في ايدي بحاول اتخلص منها اهوت. هحط نقطه زيت بقى في قلب البوله كده وابل ايديا بالزيت برضو عشان العجينه تتخلص من ايدي، يعني زي ما انتم شايفينها كده اهي زي الفل معايا اهيت، بقت عسل اهي معايا. طبعا العجينه بتاعه الفطير ما بتبقاش بتلزق قوي، انا بحاول اتخلص بس من العجين اللي في ايدي اهوت بالزيت، نقطه زيت بس هتحطيها اهيت. وبعدين تحطيها في البوله، هتسيبيها بقى شويه، تغطيها وتسيبيها شويه ترتاح خالص. وبعدين نشوف هنعمل ايه. طبعا هتحطي رشه دقيق كده بسيطه كده على الوش وتطبطب عليها كده وخلاص على كده اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا بنات الاكل مفيش اسهل منه، قوموا اعملوا وفرحوا اولادكم واعملوا في بيوتكم حاجات جميله وسهله واحلى واطعم وانضف من اللي بره بكتير. خلاص كده اهوت انا عجنتها اهيت، ما خدتش مني دقيقتين اهمت. عجنتها، غطيها بقى بفوطه نظيفه كده وبعدين نشوف هنعمل ايه. طبعا اهوت بعد ما غطيتها وقعدت ارتاحت معايا 5 دقايق بس مش اكتر. هتغرزي صابعك كده في العجينه، هتلاقيه ما ربطش تاني، تعرفي كده اللي هي ارتاحت معاكي عشان تعرفي تشتغلي بيها تمام. طبعا لو اشتغلت بقى على طول مش هتفرد معاكي، ولا هتعرفي تكوريها ولا هتعرفي تفرديها بعد كده. هنا هو يا بنات طبعا الرخامة عشان ما عصهاش زيت يعني وتبقى مزيتة وكده، حبيت اعمل على الطبلية اهو زي ما انتم شايفين، رشة دقيق زي ما انتم شايفين كده على الطبلية. ومعايا هنا بقى اهوت كوبايه ونص سمنه اهوت، عملتها اهوت سيحتها. دي زبده على زيت، زبده على زيت يا بنات، حابه تحطي سمنه حطي، حابه تحطي زبده بس حطي، حابه تحطي زيت بس الاطعم زبده على زيت عشان الزيت بيروقها، بيخليها مروقه مروقه معايا، والسمنه طبعا بتخليها طعمها جميل معايا. حطيت معلقتين قشطه اهوت على الزبده والزيت اللي انا عاملاه، معلقتين 2 قشطه بس من القشطه اللي انا هحطها على الوش اهي. وهبدا بقى اعمل معايا كور اهي. هتكوري العجينه بتاعتك اهوت. طبعا انا هعمل الكيلو دقيق، هعمل فطيرتين، الفطيره هتاخد معايا يعني 12 واحده، 12 كره من دي، يعني الفطيرتين هياخدوا معايا 25 كورة مثلا، 24 كورة، يعني زي ما تعمليها. دم يبقى في الحجم المعقول اهو زي ما انتوا شايفين. انا بكور اهوت زي ما انتوا شايفين اهو تاني قدامكم اهو يا بنات. بحطها على الطبلية بقى ترتاح. طبعا بتبقى محضرة فوطة او محضرة قماشة بتحطيها على اللي انت بتكوريه عشان ما يعملش، ما يشققش معاكي من فوق، ما يقشفش العجينة، ما تقشفش معاكي من فوق اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت زي ما انتوا شايفين.
كده انا خلصت اهوت، خلصت خلاص اهوت المقدار بتاعي، الكميه كلها بتاعتي. هعمل فطيرتين زي ما انا قلت لكم. الفطيره هتاخد معايا 12 واحده من دمت 12 كوره. هبدا اغطيها بقى بقماشه نضيفه كده اهوت زي ما انت شايفه، يعني دقيقتين ولا 3 دقايق وهشتغل فيها تاني. او هبدا اخد واحده واحده بقى اهوت وتشتغلي فيها. مفيش اسهل من كده اهو يا بنات، حاجات سهله خالص اهو بتعمليها في بيتك، وحاجه نظيفه ومضمونه وولادك يفرحوا بيها. حاجه جميله جدا اهوت، وبلد ما تعمليها ما تشتريها من بره او تخلي حد يعملها لك، لا اعملي في بيتك ووفري فلوسك، وحاجه سهله ونظيفه. خلاص اهو يا بنات، انا باخد واحده واحده كده بلقها في الزبده على الزيت اللي انا مسيحاه ده. بتحطيها في بوله كبيره عشان ما يقعش منك يعني. وابدأي بقى افردي العجينه بتاعتك اهي واحده واحده كده. ببدأ افردها اهي زي ما انتم شايفينها كده. شايفين يا بنات؟ اهو بفردها اهوت. ويستحسن ان انت تعمليها وانت قاعده، يعني ما تعمليش على الرخامه ولا حاجه عشان ما تبوظيش الرخامه جوه. اهي الطبليه بنغسلها عادي بتبقى سهله، قدام الرخامه ما تبوظيش الدنيا ولا تبوظي اللي عليها يعني. تقعدي تشيلي وتحطي، لا اعملي سهل بقى على الطبليه اهو زي ما انتم شايفين. انا شلتها اهوت، عملتها زي الظرف كده اهوت اهو. بتحطي واحده في واحده زي ما انت شايفه كده. فردت اهو تاني واحده اهي معايا اهيت. تفردي على قد ما تاخد معاكي، يعني على قد ما تتمد معاكي. وبعدين تعملي الظرف التاني اهوت، تدخلي الاولى في التانية وتروحي عاملاها ظرف اهو زي ما انت شايفه اهو يا بنات. بلقها في في الزبده والزيت بتوعي، وبعدين اشتغل فيها. بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي؟ لانها مرتاحه، لو مرتاحتش عمرها ما تتفرد معاكي كده. هتبقى يعني تقيلة شوية في الفرد وانت بتفرديها. ادام هي بصي بتتفرد ما شاء الله اللهم بارك اهوت، بطريقة سهلة خالص خالص خالص. انت بتحطي ايديكي كده تلاقيها اتفردت معاكي. شايفين اهي يا بنات؟ شايفين عاملة ازاي؟ وكانت طعمها اللهم بارك تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا. اعمليها بالطريقة ديت وهتدعيلي. طبعا الواحدة ما تقلش عن كده، لو قللتي عن كده تبقى صغيرة، تبقى الحجم صغير. تعملي 3 فطاير مثلا، كل واحدة مثلا تاخد 8 وحدات ولا حاجة. تمام اهو يا بنات. حطيتها وبدأت اعمل اهوت، اقفل عليها تاني اهو من الجوانب كلها. بتحطي واحدة في واحدة واحدة في واحدة لغاية ما توصلي. طبعا بتبقى عاملة 2 كبار. طالما انت هتعملي فطرتين يبقى هتعملي 2 كبار. 2 كبار شوية عن اللي انت مدوراهم دمت يعني. يعني كورتين كبار شوية اهو يا بنات. بتبدأي تقفلي اهوت من الاطراف كلها اهي. طبعا كمني كنت ماسكة الموبايل بايديا، السنادة وقعت ما عرفتش اصور اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بشتغل بايد واحدة وبعمل بالايد التانية اهو يا بنات. شايفين؟ حاجة كده سهلة جدا جدا وجميلة، وحاجة نظيفة في البيت. صلى على النبي بقى وحط لايك اللي ما حطتش لايك، واذكروا الله دايما كده. خلي الدنيا كلها تتسهل عليكم. طول ما انت بتعملي حاجة اذكري الله، خلي ربنا يرزقك من اوسع ابوابه ويسهل لك كل حاجة صعبة عليكي اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصت اهوت اهو. احنا لفينا اهوت يعني لفينا 9 كور. هكمل بقى بقية الكور واوريها لكم في الاخر هتبقى عاملة ازاي اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده يا بنات، دي اخر واحدة هنا بعملها اهيت. حبيت اعملها معاكم برضه عشان تعرفوا اللي هي بتبقى كبيرة، اكبر واحدة يعني اهي. وتروحي عاملاها لفيها وروح حطها في الصينية بتاعتك. طبعا عايزاها الزبدة بتاعتك او السمنة، وتروحي حطها ترتاح على ما بال ما تعملي التانية، عشان انا ادخلهم الاتنين في فرن واحد اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده اهي. دي اول واحدة معايا اهيت. هبدأ بقى افردها اهي بكل سهولة معايا اهي. جميلة جدا جدا جدا، بتتفرد بكل سهولة اهي. طبعا بتحطي معلقتين قشطة بقى على الوش كده تدلعاها كده، تبقى تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا. وادي الصينية التانية، الفطيرة التانية هي عملتها برضو اهي يا بنات في صواني الفطير طبعا اللي هي الكبيرة دي اهو زي ما انتوا شايفين كده.
خلاص كده يا بنات اهوت، انا حطيت القشطه اهوت على الصينيتين، على الفطيرتين اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت. حطيت معلقتين كده. هبدا افردها بقى بالقشطه بتاعتها كده بكل سهوله، هي بتتفرد معاكي. طبعا في الحاله دي الفرن بتاعك بيبقى شغال، بتشغليه قبلها ب5 دقايق، وانت بتفردها في الاخر كده بيبقى شغال معاكي. تمام. شايفين اتفردت بكل سهوله ازاي؟ بتتفرد على طول اهيت، ما بتاخدش وقت خالص اهو يا بنات. زي ما انتوا شايفين الفطيرتين زي العسل معايا. هدخلهم الفرن بقى اهوت. طبعا الفرن بتاعك بيبقى متوسط من فوق اهو، بتوطي من فوق خالص، وبعدين من تحت بيبقى يعني متوسط اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بهدي النار من فوق عشان القشطه بتاعتي ما تتحرقش. تاخد سوا تمام من الاول من تحت، وبعدين نبقى نشوف فوق اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا لو الفرن اللي هو الكهرباء بتحطيه على درجه حراره 200 في الرف التحتاني خالص. اول ما ياخد لون من تحت تحسي اللي هو خد لون كده من الجوانب ومن تحت، تروحي مشغله الشوايه من فوق ياخد لون، وخلاص على كده. شايفين الجمال؟ تحفه. طلع اهوت معايا زي العسل. خد معايا تلت ساعه الصينيتين معايا في الفرن، ما خدوش وقت خالص. حاجه كده عسل يا بنات. شايفين الجمال؟ تحفه. انا حبيت اوريها لكم من تحت برضو، تحت زي فوق، وحاجه كده جميله. طبعا بتحركي الصاج او الصينيه بتاعتك اللي انت بتعملي فيها من كل شويه عشان يبقى لون موحد، يعني ياخد لون موحد. تمام. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده عسل عسل عسل. انا حطيتهم اهو على الصواني اهو زي ما انتم شايفين اهو يا بنات. تحفه 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 تحفه. حاجه كده سكر، هتاكلي صوابعك وراه. جربيه واعمليه بقى. طبعا اما رمضان يخلص بقى قومي جربيه واعمليه، هتلاقي نفسك يعني في حتة تانية خالص. شايفين؟ هو كان سخن مش عارفة اقطعه، يعني كان سخن لسه اهو مولع مش عارفة اقطعه. عامل ازاي؟ الفطيرة بتاعتي مورقة وجميلة جدا جدا جدا. تحفة يا بنات، زي العسل. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحط لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات كتير حلوه الفتره الجايه. تشجعوني بقى بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني دايما. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.